بنعمل ايفنت بنقدم للناس مثلا جوائز، بنقدم للناس اكل فري الكلام ده كله. قال لي هقدم اكل فري. اكل فري ايه يا ابني؟ انت لسه اساسا مبتدي اكل فري ايه ده؟ انت عايز اللي يديك فلوس اساسا. المهم فعلا راح بصراحه شرفونا يعني، دخلوا الايفنت عملوا شغل، كلموا مع الناس، يمكن كان في اكتر من واحد بيعرض ولا واحد فيهم عرف ياخد الشير ماركت. وساعتها كنت انا محمد ابو ميلا قاعدين، فقلت له الولاد دول هيطلعوا في حته تانية خالص. فانا مبسوط قوي الصراحه ان انا بارت ان انا عرفتهم بيرسونلي، وان انا اتعاملت معاهم من دي 1 ومحافظين على التعامل ده لغايه دلوقتي، واتمنى يفضلوا في نجاح دايما. طبعا انا بجد يعني مش مجامله، دي من الشركات المحترمه جدا، وعندي في العياده بقى لها اكتر من 3 سنين. متوفر عندكم عامل مهم قوي، هو عامل الاحترام للذات. انتوا محترمين نفسكم ومحترمين اللي انتوا بتعملوه، بصراحه حققتوا نجاح كبير جدا. الميزه ان انتوا النهارده بتحاولوا تطوروا نفسكم. الحمد لله انتوا غيرتوا الدنيا خالص، شغلكم بقى احسن شويه. فانا كلبي النهارده عنده 7 سنين تقريبا، يعني اخر 5 سنين بياكل ريتا لودو عايش عليه بس عايش عليه يعني. في حاجه اسمها قوه الصداقه كده، تمام؟ هم فعلا يعني اصدقاء شاطرين جدا، حافظوا على ده يا جماعه، وان شاء الله يعني باذن الله ربنا يكرمكم. الصراحه تطور رهيب جدا، والبلس اللي هينزل